المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة نغفل عنها كثيرا تتعلق بالنية عندما يريد الإنسان أن يتصدق بصدقة من الصدقات. أخي الكريم، أختي الكريمة، اعلم رعاك الله أن قضية النية واستحضار واستشعار الأمر الذي تريد أن يتحقق لك في هذه الدنيا ويتحقق لك حتى في الآخرة، وللآخرة خير وأبقى. فتصدق واستحضر ولتكن نيتك أن يقضي الله عز وجل ذلك الغرض الذي تريده أن يتحقق. وسبحان الله، هذه المسألة كما قلت على أهميتها وعلى عظم شأنها، وأنها من الأمور المجربة كذلك جربها الناس، مع ذلك تجد كثيرا سبحان الله من الذين يتصدقون يوميا يغفلون عن هذه المسألة. نغفل عنها حقيقة. أنه الإنسان كتكون عنده واحد الحاجة كيبغي تحقق ليه، ولا كيبغي تقضى ليه، ولا كيكون عنده شي هام، ولا كيخاف من شي حاجة، ولا كيكون عنده شي مريض، فينسى أن يتصدق بنية أن يشفيه الله عز وجل، بنية وباستحضار أن يقضي الله عز وجل هذاك الغرض. وكما قلت هذا شيء مجرب عند العلماء، قالوا بأنه من المجربات أن يتصدق الإنسان بنية وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه يتصدق لأجل أن يحقق الله سبحانه وتعالى مراده. كثير من الناس الذين كانت عندهم أزمات. فين تبان الأزمة ديالك اللي عندك دابا انت؟ كانت عندهم أمراض، فين يبان هذاك المرض اللي عندك؟ أمراض مزمنة، ولكنهم لما فطنوا لهذا السر الذي أودعه الله عز وجل في هذه العبادة ديال الصدقة، وتصدقوا بإخلاص، وتصدقوا بأموالهم الطاهرة النقية الحلال، وتصدقوا بغرض أن يحقق الله سبحانه وتعالى مرادهم، تصدقوا بنية أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في تعجيل الشفاء لهم. كان ذلك بل يذكر في هذا الباب سبحان الله قصص كثيرة واقعية وصحيحة، أن كثيرا حتى من الذين يعانون من العقم، كثير من الذين كانوا يعانون من العقم تصدقوا بنية أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة، فحقق الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا المعنى في كثير من الأحاديث، في كثير من الوقائع، منها قوله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والدواء الذي يشفي المريض بهذه الصدقة هو عبارة عن عمل صالح يقوم به الإنسان، ويقدم
صدقة بنية أن هذاك المرض ديالو يتشافى، كيتصدق بنية الشفاء. داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا بنية أن يشفيكم الله سبحانه وتعالى، وتصدقوا كذلك بنية أن يقضي الله سبحانه وتعالى أغراضكم. تصدقوا بنية أن يبعد الله سبحانه وتعالى عنكم الشر وأهل الشر، وأن يحميكم الله ويحفظ الله أولادكم ويحفظ الله ممتلكاتكم. لماذا نغفل عن هذه القضية هذا المقطع لكم أحبتي في الله كتذكير أذكر به نفسي أولا، وأذكر به أحبابي أن نستحضر عندما نتصدق أن نتصدق هكذا، أن نستحضر يعني تلك الأغراض وتلك الأماني التي نريدها عند الله سبحانه وتعالى ببركة تلك الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الحديث ذكر بأن عندما تنزل الشدائد، وعندما تنزل المصائب، وعندما تكون هناك كارثة من الكوارث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أعمالا يقوم بها الإنسان المسلم يدفع بها ويتقي بها شر تلك الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك، لما ذكر تلك الظواهر من الخسوف والكسوف قال إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. تصدقوا بمعنى أن الصدقة تدفع البلاء. وأكبر كذلك شاهد على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا عام كما قلنا، صنائع المعروف كل عمل صالح، غير الصدقة كتكون أساسية في هذا الباب، ويتحقق بها ما لا يتحقق بغيرها. أما هو في العموم صنائع المعروف، كل معروف صدقة. أي عمل صالح يقدمه الإنسان وينفع به الإنسان أخاه الإنسان، فينبغي أن يستحضر فيه أنه يريد أن يقضي الله عز وجل به غرضا من الأغراض، إما أن يشفي الله عز وجل مريضا له، إما أن يدفع الله عز وجل بذلك العمل الصالح وبتلك الصدقة يدفع عنه بلاء، إما أن يهدي له أولادا. كثير من الناس كانوا يتصدقون بنية أن يهدي الله عز وجل أولادهم، فهدى الله عز وجل أولادهم، وظهرت بركة تلك الصدقات وتلك الأعمال الصالحة، ظهرت بركتها على أولادهم وعلى بناتهم. يتصدق الإنسان بنية أن يحفظه الله كما قلنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأدعوكم حتى الله أطيل عليكم أحبتي في الله، أدعوكم إلى أن نستحضر وأن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأهمية هذا الموضوع، اللي هو أن نستحضر قضاء الحوائج وقضاء الأغراض عندما نقوم بعمل من الأعمال الصالحة، وخاصة كما قلت عبادة الصدقة التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين، والحمد لله رب العالمين.